ان شاء الله خصيمك هذا المسكين مات بسبع حسام الناقص. الله لا يوفقك. خليه يوصل له صوتي. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل على هيك تقاعد عامل. هذا اللي يضحي للبلد، هذا فوق التضحيات والناس مقطمه. حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا يا جماعه طي مجال خليه يطلع. وقف ابو البيكم. سيدي ليش انضربت سيدي؟ ضربني انا اعمى مع الاسف باعوا سيدي يا وكيل الاقدام. لا ضربت ولا يا رئيس الوزراء اريد من القائد العام. اسمع يا رئيس الوزراء انا اعمى بالوجه. هو هذا تكريم الجرح؟ هذا الضابط هذا بالجيش دبابه والنوب مصاب بعيونه. الضربوت هنا ولا شنو طالب بحقه امام فاسد. هذا قاعد بالهيئه التقاعد الوطنيه. معقوله دوله ما تقدر له يا ناس؟ والله راح نتخبل. جرحى مبتورين الايدي والرجل معاق هكذا يهان. موازنة عام 2027 تشير بعض المصادر إلى قرب إقرارها مطلع الشهر 11. بالتالي هل هنالك توجه حقيقي إزاء هذا الملف؟ طبعا بالتأكيد طبعا هنالك توجه حقيقي لهذا الملف، لأن هذا الملف يعني يعتبر العصب الحياة بالنسبة لكل المحافظات ولكل الوزارات، وهو الشريان لتزويد الوزارات لإكمال النواقص وإكمال احتياجها، لأن كل وزارة بها الكثير من الأمور اللي تحتاج الصرفيات المادية، وهذه ما ممكن تزويدها وإجراء يعني عمل فعلي ما لم يكن هنالك موازنة. طبعا سيكون لنا على اعتبار أنه أنا عضو باللجنة المالية، سيكون لنا يوم غد اجتماع باللجنة المالية وبحضور دعوة حضور لوزير المالية، وسيناقش العديد من الملفات الخاصة بالموازنة والفقرات المهمة. يعني هنالك ملفات لا يمكن تأجيلها مثل ملف الصحة، ملف التعليم والتربية، وكثير من الملفات، ملف الماء. طبعا هي بالتالي كل الملفات مهمة وتعتبر حيوية لأنها تكون بخدمة المواطنين، وهنالك كثير من الملفات التي تحتاج بالنسبة للتعيين وكثير من القوانين اللي تحتاج تضمينها بالموازنة. فبالتأكيد سيكون هنالك إجراء فعلي، يعني وهذا الأمر يعني لا يقبل الشك. سيدة غفران العوامل البقية لم يكن يعني الآن أفهم من كلامكم أنه ستسير الأمور كما مخطط لها. الموازنة في شهر 11 سيتم إعدادها بشكل نهائي وتام. نحن طبعا احنا حاليا ماشي يعني سارية الأمور بهذا الاتجاه، لأن هنالك يعني فقرات لا يمكن